السلام عليكم، مرحبا بالجميع في قناة أمينة عزيزي. إن شاء الله بناتي حبيباتي إن شاء الله تكونوا كامل بخير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم كامل بصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة موسكوتشو. بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الوصفة تاعنا هي سهلة مهلة، تعطي لك نتيجة هايلة. هنا عندي كاس حليب ناقص أصبع، درنا له مغرفة تاع خل. تحبي خل أحمر تحبي خل أبيض، نخلوه حوالي 5 دقائق 6 دقائق، عاودي ولي ليه. شوفي كيفاش يرجع هذاك الحليب. راني وليت لكم الحليب يكون شويه دافي، ما يكونش بارد من الثلاجه وتستعمليه، يكون شويه دافي. اذا كان تكوني عندك بطاطا حليب حطتها بجهه وتستعمليها. هنا عندي كاس تاع السكر ماشي معمر، وعندي حبه تاع بيض. هنا نضربوا هاد المكونات هذوما هكذا، نضربوهم حتى تشوفي بلي السكر هذاك ديالك راهو دايب. هنا راح نوري لكم. شوفوا عندي نص كاس ماء نحطو يغلي ماشي يسخن ولا يدفى ولا يغلي، نحطو فوق النار. هنا نكملوا الوصفه تاعنا. هنا عندي كاس تاع زيت ناقص اصبع كيما السكر. عندي قرصه الملح اللي هي ضروريه. بعد نزيدو نضربو مليح هذاك الزيت. بعد اللي ضربناه نجيبو. هنا عندي 2 كيسان تاع فارينة. عندي 2 كيسان فارينة. عندي باكي خميرة يكون ممسوح، وعندي هنا لافاني مغرفة صغيرة تاع القهوة معمرة مليح. أنا قلت لكم 2 كيسان. وعندي مغرفة تاع مايزينا، عندي مغرفة مايزينا 2 كيسان فارينة. عندي مغرفة تاع خميرة الحلوى ممسوحة ولافاني، هادو هما. ونخلطوهم مليح هكذا. هاد المواد الجافة نخلطوها مليح بهذه الطريقة. من بعد نفرغوها مباشرة فوق هذاك الخليط السائل. هايديك شوفوا راني فرغت كامل الخليط قدامكم. هنا نخلط وما نقطعش الفيديو باش تشوفوا الخليط كيفاش يكون. تخلطيه مليح حتى تشوفي بلي هذوك لي غومو يعني الحبيبات ما فيهش. تخلطيه مليح هذيك باش تدخل الفارينه مليح وتتجانس مع الخليط السائل. هاوليك شوفوا كيفاش يرجع. تقدري تزيدي في بلاصه ماشي يعني معاه ماشي في بلاصتو لافاني، ولا ما عندكش ديري قشور الليمون، ولا عندك في زوج ديريهم في زوج، حيعطولك ريحه شابه في المسكوتو ديالك. هذا الكيك يعني في منتهى الروعه وساهل. شوفوا الماء راني جبته مباشره يغلي. هنا خلطنا مليح هذاك الخليط. هذه كما قلت لكم حتى ما يبقاوش فيه كامل حبيبات. نديروا الماء، ديري النص تاع هذاك الكاس يعني 4 كاس ديريه وتبقى تخلطي. يعني هنا باش نقول لكم تقدري ديري نص كاس كامل على حساب الفارينه اللي تكون تتشرب، وكاين اللي ديري غير 4 كاس. ودوك تشوفوا تبعوا معايا وتشوفوني شحال درت. هنا هاوليك نزيدوا له. شوفوا شحال خليت. هنا نخلطوه مليح ونروح نوجد المول ديالي اللي رايحه ندير فيه هذا الكيك. جبت المول ديالي دهنته بالمارغرين ودرت له الفارينه. شوفوا هنا الخليط تاعنا كيفاش يرجع. شوفوا شحال خليت، راني نوري لكم في الماء شحال بقالي. شوفوا الخليط كيفاش يكون، وريته لكم. هنا نفرغوه في هذاك المول اللي يكون مدهون. هنا راني درت الفوغ يشعل، يعني راني درتو يسخن من قبل بلا ما نديرو الكيك تاعنا في الفوغ بارد. هذاك ان شاء الله ندير لكم مسكوتشو بهذه الطريقه وتشوفوا النتيجه اللي يعطيها لك. يعني ماشي هذه الطريقه. هنا نفرغوا كامل هذاك الخليط تاعنا هكذا، وانتي تمشي في يدك، ما تفرغيش في جهه ويجيك جهه طالع ويجي جهه هابط. هنا درتو يطيب. من بعد اللي برد شويه هاوليك رايحه نقلبو قدامكم. يعني هذاك المارغرين ولا الفارينه اللي ديريها، ديري المول ديالك في الثلاجه وخليه حوالي 5 دقائق 6 دقائق وقتي تفكرتي قبل ما ديري الخليط ديالك وتجبديه وفرغي فيه. شوفوا النتيجه ما يلصق لك في حتى جهه. شوفوا شحال يجي خفيف ويجي ما شاء الله. هنا نخلوه يبرد شويه ونعاود نولي لكم باش نقطعوه.
هذيك الطريقه تاع الخل اللي ديريه في الحليب راح تستغناي على البيض. حبه بيض رايحه تكفيك، حبه بيض وحده رايحه تكفيك، وتستغناي على كامل البيض اللي كنا نضيعوه من قبل. شوفوا المسكوتشو تاعنا كيفاش يجي، حضريه للقهوه وانتي يعني نتيجه مضمونه. شوفوا كيفاش يجي يعني نوريلكم فيه، يجي خفيف ومهوي كامل داخل. اتمنى ان شاء الله تجربوه، راني ندني لكم باش تشوفوه. شوفوا الداخل كيفاش يجي. اتمنى لكم الخير يا العزاز، جمعه طيبه للجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم.